نعم. ارغي يا عم الامور. تصدق انت فقعتها لي. ادي الفانيلا بتاعت كاس العالم اهي يا جماعه. ها وبذمتك مش زي فانيله الزمالك في الخمسينات؟ طبعا، ما هي هي الزمالك. مصفره شويه. هي الزمالك هي مصفره بس زي فانيله الزمالك في الخمسينات. لو جيبوا لي كده كابتن حماده امام ايام ما كان بيلعب في الخمسينات. يعني لان الفانيله الزمالك كانت في الخليج كلها. أيوة. في نهايه الخمسينات والحاجات دي، وكان في مدربين اللي بيدربوا المنتخبات الخليجيه والانديه الخليجيه كان كلهم زملكاويه. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. وده يعني ايه اللي هيخلي نفس شعار الزمالك؟ ما هو حاجه غريبه جدا، ولا انا غلطان؟ انت عبيط يالا ولا في ايه؟ هي فانلة الزمالك يعني اهي والله بالظبط. يعني يا ريت يا جماعه، هي لونها مصفر طبعا، فانيله الزمالك بيضاء. قول انت بقى. جبتوا كابتن حماده امام في نهايه الخمسينات، هتلاقوا الفانيلا هي فانيلا قطن بتاعت الزمالك، وهتلاقيها بسبعه كده، يعني فاهم قصدي؟ وتلاقيها ضيقه على الجسم كده. هي دي بالظبط. ما تجيبوها لي يا جماعه، يعني يجيبوا لي هي نفس الفانيلا تقريبا. لا مش عايز الفانيلا دي، انا عايز الفانيلا. لعب الزمالك ما كان بيلعب في نهايه الخمسينات او بدايه الستينات، كانت الفانيلا بتاعته عامله ازاي بالظبط؟ ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي. الزمالك هتلاقيه في كل حته. بجد بجد مش كلام. الزمالك في الخليج هو رقم واحد في كل دول الخليج بلا استثناء. الزمالك رقم واحد بجد يعني، وده من الخمسينات مش من دلوقتي. ده عبيط جدا. هو عارف انه عبيط، والحكومه عارفه انه عبيط. يعني مكتوب في الباسبور عبيط. انا كنت في قطر، قعدت 10 ايام في بتاع كاس العالم. هناك انا شفت يعني ايه زمان. جاهز انت؟ وانت جاهز والبتاع والديكور والبتاع والمكياج في السليم، خش بقى عليهم. يا جماعه